ولا سي جرحي البجح بعد كل اللي انت عملته ده ليك عين كمان ورحت تخطط مع شاهر؟ الله يخرب بيوتكم، وبدري عامل لكم ايه ده كله منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا كل الدنيا تحت امري وكل الامكانيات معايا، وبرضه ما حدش قادر على الواد ده. هو ايه الصعب فيه بالظبط؟ كل اللي اعرفه يا دوله ان ليك حاجه عند المدام، والحاجه دي انت عايزها. بس بقى لولا وجود بدر ده مع المدام حقد وغل. كانت الدنيا اختلفت. تمام، انت صح. نعمل ايه بقى عشان نبعدوا عنها؟ محتاجين نفكر بره الصندوق يا دوله. من الاخر كده كل حاجه بقت واضحه. لا مؤاخذه يعني نتكلم عن علاقه المدام ببدر، ولو حبينا العلاقه دي تبقى خلصت. ويا سلام بقى لا يتهدى عليك عمارة هي اللي تخلصنا منه. شياطين. بصراحة أنا دولة، أنا في حكاية كده دايرة في راسي بس مش كاملة. لو سبتني هروح أقلبها وأسويها وأرجع لك. وكله بيجي فوق دماغنا في الاخر، كله بيجي فوق دماغنا، كل التخطيط اللي انتوا بتعملوه ده بيجي فوق دماغنا في الاخر. اللي تقع عمارة على دماغك وراسك اللي انت بتفكر فيها دي، وما تلحقش تعمل حاجة بإذن الله. ربنا ياخد، ربنا قادر عليكم، قادر عليكم يا رب. انا مش عارفة والله العظيم ايه الحلقة بتاعت بكرة هتبقى عاملة ازاي. انا متأكدة ان هم هينكدوا علينا نكد السنين والتنين. اخ، شوفوا احنا كل ده على امل ان الحلقة الأخيرة يبقى فيها حاجة تبسطنا يا أستاذ عمرو. ده أملنا في ربنا وفيك. عارفين ان انت ان شاء الله بإذن الله كده مش هتنكد علينا. فده اللي مخلينا مستحملين اللي احنا فيه واللي انتوا بتعملوه فينا. فأرجو ان ما يحصلش غير اللي احنا متوقعينه. يموت اللي يموت بقى، مش انت كنت لسه بتسأل مين هيموت في الآخر؟ يموت اللي ان شاء الله تموت المسلسل كله، مش هنزعل إلا جليلة وبدر. بس موت كل المسلسل ولا يهمك، معاك تصريح ماشي، بس جوز لنا جليلة وبدر. ربنا يستر، هنشوف.